يعني بيشجع النادي الاهلي برضه مش المشكله. اللي مش شايف النادي الاهلي انه نادي هرم من الاهرامات الرياضيه بعمى، اعمى البصر والبصير. صح تمام صح. وكذلك الزمالك ما فيش خلاف. لا خلينا بس هو عشان هو بينتمي للزمالك. عشان اتفضل يا بينتمي فندم. للزمالك، ما فيش حد بيشكر في بيته او ابوه او ابنه يعني. اتفضل يا فندم اتفضل. لما اجي انا النهارده هذا النادي اللي تاريخه كله مشرف، وانا بقول تاني يا جماعه صالح سليم ظاهره رياضيه سياسيه لن تتكرر. طب انا مش عايز اخرج، عايز انا وقتي تقريبا خلص. هنحل المشكله دي ازاي مع المستشار؟ اكمل بس يا مجدي. لما يجي النادي الاهلي و50 نادي عملوا مبادره ولجنه الانديه ويقول انا فعلا هتصالح مع مجلس اداره النادي المصري، هو اللي ارتكب الجريمه اللي احنا فيها مجلس اداره المصري، اللعيبه، الاجهزه الفنيه؟ لا، ده في ناس ثانيه خالص. تمام. طب المشكله دي من وجهه نظرك تتحل ازاي سريعا يا معلم؟ لازم النادي المصري، نادي الاهلي يستضيفه مجلس ادارته، يقدم اعتذار باسم جماهيره واعضائه وكل الناس اللي في بورسعيد، ونرجع مجموعه واحده. عارف لو بقينا مجموعه واحده انا معاك. هل دي عايزه مبادره سياسيه مثلا من سياده المشير سياده رئيس الجمهوريه؟ والله انا قلت لسياده رئيس الجمهوريه، احنا طبعا لسه رئيس جمهوريه، قلت له يعني من فضل حضرتك دي مشكله بين بلد عظيمه اسمها بورسعيد ونادي عظيم جدا اسمه النادي الاهلي. فهو الراجل وعد ان بعد الانتخابات هيحتضن النادي المصري والنادي الاهلي. هو عارف لو حليت المشكله دي لجنه الانديه ما عندهاش مشكله بقى في الهبوط، ما عندهاش مشكله في المجموعه الواحده ولا الثانيه. يبقى هو ده اللي نشتغل عليه اليومين اللي جايين يا فندم. لكن يا مجدي طول ما في مشكله بين المصري والاهلي يبقى في مجموعتين مع المستشار. في مجموعتين مش هتفرق 11 فريق في المجموعه من 13 فريق. مع المستشار اشكرك مستشار مرتضى منصور، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخله. قول يا احمد كلمتك الاخيره. انا بس حاجه سريعه جدا، هو 3